لو انت او انتي من الناس اللي بتجوع بسرعه بعد الاكل، يبقى لازم تسمع الفيديو ده للاخر. في اكتر من سبب ان انا اجوع بعد الاكل. اولهم مقاومه الانسولين. الناس اللي عندها مشاكل في مقاومه الانسولين او عندها مقاومه انسولين بنسبه اعلى من الطبيعي، فدي بيبقى عندها مشكله انها بتجوع بسرعه جدا بعد الاكل، وده بيبقى احد اعراض مقاومه الانسولين، وتتعالج بمجرد ان انا اقلل او احسن مقاومه الانسولين في جسمي، بعالج المشكله دي واقدر اتحكم في شهيتي. وناس تانية ممكن ميبقاش عندها مقاومة انسولين ويبقى عندها نفس المشكلة دي، وده بيرجع لمكونات الوجبة نفسها. لو الأكلة بتاعتي فيها نشويات كتير، وخاصة لو الدقيق الأبيض أو فيها سكريات، فده بيرفع معدل سكر الدم بسرعة، وبعدين بيرجع يقل مرة واحدة بسرعة، وتلاقي نفسك في أقل من ساعة جوعت مرة تانية. فده أحد أسباب الجوع السريع أو الجوع بعد الأكل. حلها إيه؟ حلها إن أنا أزود البروتينات في الأكل بتاعي، واخلي الاعتمادي في النشويات على النشويات او الكربوهيدرات المعقده، زي الشوفان، زي البطاطس سواء المسلوقه او المشويه، زي الرز البسمتي والرز البني بدل الرز العادي، والفريك والبرغل الاحسن طبعا من الرز بمراحل. فان انا ازود او ابدل الكربوهيدرات بكربوهيدرات معقده، ده مهم جدا. ان انا اقلل نسبه النشويات بشكل ملحوظ في الوجبه بتاعتي واعوضها بخضار وبروتين، وده ممتاز. ان انا ابدا وجبتي بالبروتينات والخضار او السلطه وبعدين بروتين وخضار، ده احسن كتير وبيقلل امتصاص الكربوهيدرات في الوجبه نفسها. وبالتالي لو انت بتعمل دايت وبتحس ان انت بتجوع بسرعه، اتاكد من ترتيب الوجبه بتاعتك. كل الخضار الاول او السلطه والخضار والبروتين قبل النشويات، ده هيقلل امتصاصها ويقلل فتره او تكرار الجوع بتاعك، ويزود فتره الشبع بتاعتك. فده هيساعدك كتير جدا. لو انت مش بتعمل دايت وعندك مشكله انت بتجوع باستمرار، بص على كميه الكربوهيدرات ونوعها في الوجبه بتاعتك، ولو ظبطتها هتقلل مشكله الجوع باستمرار. لو محتاجين تشوفوا فيديوهات من دي كتير، ابعتوا لي المواضيع اللي انتوا حابين تتناقشوا فيها في الكومنتات، واعملوا لي متابعه. ان شاء الله الفتره اللي جايه هيبقى كل يوم معلومه مفيده. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.